ايه يا عم السيناريوهات اللي بقينا بنكسب بيها دي؟ ايه يا جدعان الحلاوه دي؟ يعني بعد ما قعدنا 3 4 سنين الريمونتادات دي هي اللي بتتعمل فينا، بقينا احنا اللي بنعملها في موسم واحد عاملينها بتاع 3 4 مرات. ايه ده؟ ايه العظمه اللي بتعملها دي يا عم فليك؟ ايه ده بجد؟ يا جماعه انا عايز اي واحد بيشجع برشلونه ينزل يقول لي احساسك ايه ورافينيا وانت شايف الكرة بتدخل والريمونتادا بتحصل والدوري بيقرب. وفي نفس الوقت عايز اي حد يشجع ريال مدريد ينزل يقول لي احساسك ايه وانت بتعيش اللي انت عيشته لاوروبا كلها. الريمونتادات اللي كنت بتعملها في اخر الثواني وبتجلطنا بيها، احساسك ايه وانت عايشها؟ عايزك تنزل تقول لي بجد. كلامنا النهارده هيبقى عن ريمونتادا برشلونه في الدقيقه الثامنه من الوقت بدل الضايع، على رافينيا والبالون دور، على هانز فليك والموسم الاسطوري اللي بيعمله، وعشمي في الثلاثيه رغم ان انا شايف ان هي صعبه، وهقول لكم ليه قدام، وهشوف هتتفقوا معايا ولا لا. فلو انت بتشجع برشلونه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو انت ما بتشجعش برشلونه اعمل لايك وسبسكرايب برضو. ما انت ما تبقاش بتتفرج على المتعه دي من برشلونه وهانز فليك وتتفرج وتجري كده. ويلا بينا بقى كده نشوف هنقول ايه. الطبيعي والمنطقي ان انا ابدا باهم الناس في الفوز ده. اهم الناس اللي هم مين؟ اللي هم فليك، اللي هم رافينيا. بس انا عايز ابدا الاول باولمو اللي جاب لك جون رجعك بيه للماتش. الجون التاني اللي جابه ده هو كان بدايه الريمونتادا، ده غير ان هو ضربه الجزاء اللي جابها في الاخر، الاستلام بالتحجيزه بالوقت اللي وقع فيه ولبسها للمدافع وخدنا ضربه جزاء. انت قدرت ان انت تكسب بيها الماتش وتعمل ريمونتادا اسطوريه قادره ان هي تكون سبب في فوزك بالدوري في الاخر. اولمو اللي نفسي يشد حيله كده ويسترجل بقى ال10 ماتش، 10 ماتشات يا عم، 10 ماتشات، مش عارف، 5 6 ماتشات في الدوري، ماتشين نص النهائي، ماتش النهائي، ماتش الكاس. ال10 ماتشات دول انت قادر فيهم ان انت تكسب ثلاثيه. نفسي التعامل مع اولمو يكون بحذر جدا، وان هو ما يتصابش الفتره الجايه خالص، لان احنا مش حمل اصابات اولمو، واولمو لاعب كويس جدا جدا، واللي معطله مع برشلونه لحد دلوقتي اصاباته. غير كده هو في الماتشات اللي بتكون متقفله هو اللي بينزل يحلها لك. تاني واحد عايز اتكلم عليه لامين يامال. عرفتوا قيمه لامين يامال ولا لا؟ لامين يامال هو السبب في الجون الثاني، لامين يامال هو اللي عامل الجون الثالث، لامين يامال اللي من اول ما نزل والفرقه ابتدت تتحرك ويبقى ليها شكل وبتلعب. فلامين يامال يا جماعه دايما بنتكلم ان هو بيزود في الموضوع وبيرقص كتير ومش عارف ايه وبيعتمد على فردياته، بس هو ده اللي بيكسبك، هو ده اللي بيقرف اللعيبه اللي قدامه، هو ده اللي بيخلي اي مدرب واي خصم يلزق لك لاعبين ثلاثه فيه ويفضي لك لعيبه تانية. ما هو دي ميزه اللاعب المهاري في فرقتك. لامين يامال بعد ماتش النهارده ده اثبت ان هو ما ينفعش يقعد دكه، بصراحه ما ينفعش يقعد دكه، رغم ان هو 17 سنه وان هو لاعب الماتشات من اول الموسم، بس فعلا ده لاعب ما ينفعش يقعد دكه. ولو قعدته دكه مش هتقدر تخليه قاعد على الدكه ال 90 دقيقه، لازم هيجي وقت وهتحتاجه. فانا حبيت ابدا كلام بس عن اولمو ولامين يامال، وبعد كده بقى اخش عن اهم اتنين. خلونا نبدا بهانز فليك. هانز فليك الموسم اللي برشلونه بيعيشه حاليا ده موسم اسطوري. انا خلاص زي ما قلت في الاول انا بقيت بحلم بالثلاثيه مع برشلونه. الماتش ده بالنسبه لي كان ماتش الدوري، زيه زي الماتش اللي فات. الانقاذ اللي عمله اونياجو مارتينيز ده كان انقاذ الدوري. الماتش ده ماتش الدوري، والجون اللي جابه رافينيا في الاخر جون الدوري. توسع الفرق 7 نقط مع ريال مدريد، تحط عليه ضغط زي ما عملت الجوله اللي فاتت. ريال مدريد كسب بس بتحط عليه ضغط. ريال مدريد هيدخل الماتش الجاي معنوياتهم واقعه بعد ما خرجوا من الابطال، اي تعثر ليهم انت بتضمن لنفسك ان انت قادر ان انت الماتشات الجايه تريح الفرقه. تريح الفرقه لايه؟ للمدعكه اللي داخلين عليها. فحلم الثلاثيه هيبدا من هنا، هيبدا من انك تضمن بطوله من الثلاثه اللي هي الدوري، وتريح لعيبتك في الدوري عشان البطولتين التانيين. طيب ايه اللي مخليني شايف ان الموضوع ده صعب؟ اللي مخليني شايف ان الموضوع ده صعب ان ريال مدريد هيفضل دايما يطاردك، وان انت ما عندكش اصلا الدكه اللي تريح بيها لعيبتك. ما عندكش بديل للامين يامال، ما عندكش بديل لبدري، غير ليفا اللي طلع مصاب اصلا مش عارفين اصابته هتعمل قد ايه. فالدكه ليها عامل كبير جدا في الموضوع ده. هل هانز فليك لو ريال مدريد اتعثر هيقدر ان هو يلعب لعيبه ما بتلعبش اصلا زي باو فيكتور بقى وبابلو توري وانسو فاتي؟ كل اللعيبه دي فليك مش بيخليها تشارك اصلا. فهل لو ضمن الدوري هيلاعب اللعيبه دي؟ طب هل هو اصلا هيضمن الدوري؟ هو ده بالنسبه لي المشكله في حته الثلاثيه دي، ان انت ما عندكش الدكه اللي تريح لك لعيبتك الاساسيه. ماتش النهارده باين لك ان بدري مرهق بشكل مش طبيعي، ديونج مرهق، لامين يامال انت قعدته عشان مرهق، انياجو مارتينيز غلط، كوبارسي غلط. يعني ماتش النهارده ده كان كله غلطات، والغلطات دي بتجيلك من الارهاق اللي على اللعيبه. طيب نسيبنا بقى من حته الارهاق دي ونخش على الشخصيه اللي اكتسبها الفريق بسبب هانز فليك. كام مره الموسم ده برشلونه بيتاخر في النتيجه وبيرجع في النتيجه في وقت قليل جدا؟ ان انت في خلال 7 8 دقائق تكون النتيجه من 3-1 ل 3-3، دي ما كناش بنشوفها من برشلونه ولا لعيبه برشلونه. لعيبه برشلونه اللي لو كانوا بيبقوا متقدمين 1-0 وتتحول النتيجه ل 2-1 كنا بنلاقي اللعيبه كلها انهارت. لا، انت دلوقتي 3-1 والفرقه بتلعب، الفرقه بتسجل الثاني والثالث
في اقل من 10 دقائق. فالشخصيه دي يا جماعه لازم يتشاد بيها جدا من هانز فليك. هانز فليك اللي خلاص عود اللعيبه دي ان انت مهما كنت خسران لا انت قادر تعوض وقادر ترجع بالنتيجه وقادر تكسب كمان. الايقاع السريع والضغط العالي اللي هانز فليك بيعملهم، ايه يا معلم الرعب اللي انت عملته ده؟ كميه الضغط واللعب المباشر اللي هانز فليك بيعملهم لما بيكون خسران، اللي هو خلاص بقى 3 زي 4 زي 5، انا هاجم بكل قوتي ويا تصيب يا تخيب. عايز اتكلم على حاجه ايجابيه في البدني. اللعيبه دي رغم ان هي واقعه بدنيا، احنا بنشوف ان هم لحد الدقيقه 99 وانت كسبان 4-3 وعامل ريمونتادا، اللعيبه دي بتضغط. اللعيبه دي بتضغط من 18 الخصم. انتوا يا معلم انتوا ايه؟ انتوا بشر زينا ولا ايه؟ دي برضو حاجه تحسب لهانز فليك. لعيبه برشلونه عمرنا ما كنا بنشوفهم كده. التطور البدني للعيبه دي مرعب، وخصوصا بدري. انا بدري بالنسبه لي ده علامه استفهام كبيره جدا من التحول المرعب اللي حصل له من الموسم اللي فات، ان هو كان لاعب ما بيقدرش يكمل ال 70 دقيقه، للاعب في الموسم ده هو من اكتر لعيبه، من اكتر 3 لعيبه تقريبا لعبه مع هانز فليك من اول الموسم، بيلعب من اول دقيقه زي اخر دقيقه. الضغط بتاعه تحكمه في الريتم مرعب. فالتحول اللي حصل لبدري ده برضه حاجه تحسب لهانز فليك. الموضوع من كتر ما حصل الموسم ده خلاص لعيبه برشلونه بقت تتعامل مع تاخرهم في النتيجه دي ان ده شيء عادي جدا، احنا قادرين ان احنا نرجع وهنعرف نرجع، وده بسبب المدرب اللي واقف على الخط. هانز فليك يستحق كل حرف اشاده هيتشاد بيه من اي حد في العالم بسبب اللي هو بيعمله بالفرقه اللي موجوده معاه حاليا دي. فرقه انت بتتكلم في 12 13 لاعب بالكتير قوي، قادر ان انت تطلع منهم كل اللي بتطلعه ده، وبتنافس على كل الجبهات تقريبا. ده غير ان انت ضمنت سوبر، ده غير ان انت بنسبه كبيره ضمنت دوري، وبتتكلم بعد كده على نهائي الكاس ونص نهائي دوري الابطال. ده حلم بالنسبه لكل مشجعين برشلونه يا جماعه. وبرده حاجه عايز اتكلم عليها تاني، الماتش ده جه في وقته، جه في وقته. الريمونتادا دي جت في وقتها، ان انت تكون خسران من دورتموند بالنتيجه دي وان انت تخش ماتش النهارده ده تبقى متاخر في النتيجه 3-1. كان ممكن يحصل كده لحظه شك لكل اللعيبه او كل جمهور برشلونه او جمهور العالم عموما ان برشلونه هتبتدي تقع، بس كل ده انتهى بمجرد نهايه الماتش. ليه؟ لان انت بتعمل ريمونتادا وبتثبت ان خساره دورتموند ملهاش اي علاقه ولا هتاثر على الفرقه خالص في ماتش الدوري النهارده. فشابوه عم فليك والله، يعني هفضل اقولها كل حلقه، انا نفسي تقعد معانا 10 سنين وتصنع تاريخ مع فريق عمرك، الفريق اللي انت بتحبه، الفريق اللي انت بعد ما هتسيبه مش هتدرب تاني وهتعتزل التدريب. واخر حاجه بقى عايز اتكلم عليها رافينيا اللي كان عليه شكوك الماتشات اللي فاتت كلها ان انت خلاص فين، انت اختفيت من ساعه ماتش الارجنتين واللي عملته وانت ما بقتش ظاهر. رافينيا اللي في 48 ماتش مساهم في 51 جون. رافينيا اللي بيصنع لك الريمونتادا التاريخيه اللي انت عملتها في ماتش النهارده بجونين واسيست. رافينيا اللي كسب 9 ثنائيات في ماتش النهارده وعمل 4 مراوغات وصنع 5 فرص، وهو الاكتر في كل حاجه. هو اكتر لاعب صنع فرص ب5 زي ما قلنا، هو اكتر لاعب راوغ ب4، هو اكتر لاعب كسب ثنائيات ب9. رافينيا اللي احنا شفنا اللقطه اللي بعد الماتش على طول اللي هانز فليك دخل فيها الملعب وقعد يجري لحد ما راح لرافينيا وقام حضنه كانه بيقول له انت السبب في الريمونتادا دي وانت اللي خلتنا نوصل للريمونتادا التاريخيه دي اللي هتكون سبب كبير باذن الله ان برشلونه تكسب الدوري. فرافينيا مهما يتقال عنه ان ده لاعب ما يستحقش البالون دور، ان ده لاعب اصلا فردياته ضعيفه جدا مش عارف ايه وكل الكلام ده، رافينيا عامل موسم جبار ويستحق البالون دور، وخصوصا ان برشلونه مكمله لنص النهائي والمنافسين بتوعك اللي هم محمد صلاح طلع من دور ال 16، امبابي خرج من دور الثمانيه. انت حاليا ممكن يكون المنافسين الحقيقيين ليك هم لامين يامال وبدري معاك في الفرقه، وممكن يكونوا عثمان ديمبلي، دول اللي مكملين في دوري الابطال. التحول اللي وصل ليه رافينيا تحول مرعب، وخلاص بقى زهقنا من الكلام ده من اول الموسم، لان كلنا شايفين ان رافينيا بيعمله واللي بيقدمه لبرشلونه. رافينيا في وقت من اوقات الماتش تحول باك شمال. رافينيا في الدقيقه 101 راح ضرب سبرنت على الباك اليمين بتاع لاس بالماس عشان يقطع منه الكره وعشان ما يخلوش يطلع بالكره مستريح في الدقيقه 101. دي حاجات عمر المدرب ما هيقولها لك، دي حاجات انت اللي بتعملها، انت كقائد للفرقه في قلب الملعب بتعملها، ورافينيا قائد للفرقه دي في قلب الملعب. فرافينيا عشان يحقق البالون دور مهم جدا ان هو يستمر بالشكل ده في دوري الابطال، سواء في نص النهائي او النهائي ان شاء الله، ونهائي الكاس قصاد ريال مدريد، وبنسبه كبيره انت محقق الدوري وانت عامل فيه ارقام كويسه جدا. فدي واحده من ماتشات برشلونه اللي مش هتتنسي، اللي كان ممكن لو خسرتها تدخل الشك للفرقه، ان انت خسران قصاد دورتموند وخسرت ماتش النهارده كان ممكن تدخل ريال مدريد للمنافسه تاني، وخصوصا ان انت لسه معاك مع ريال مدريد ماتش في الدوري. فماتش الفوز فيه كان مهم جدا، ماتش عبقري كالعاده من هانز فليك، ماتش جديد حاسم لرافينيا في سباق البالون دور، وماتش اثبت فيه اولمو ان هو لاعب مهم جدا للفرقه لو اصاباته قلت. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده في ريمونتادا برشلونه التاريخيه دي. فلو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، ونتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.